السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ السيشن النهاردة هتكون عن الفريلانسنج وهيقدمها باشمهندس علي. اتفضل عرفنا بنفسك. ازيك يا انسه؟ مالك عامله ايه؟ انا مبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده. انا علي اسامه، طالب في كليه طب بيطري جامعه بنها، وشغال جرافيك ديزاينر بقالي حوالي كده 6 سنين. اوكي، اهلا وسهلا يا دكتور. عايزين حضرتك اولا كده تعرفنا ايه هو الفريلانسنج وليه ابدأ في المجال ده. والله يعني هو الفريلانسنج هو يعتبر العمل، عمل مستقل. معناها كده اللي هو انت بتشتغل لصالح نفسك، بدل لما انت تبقى شغال في شركة وفي مدير بيديرك. لا، انت في الفريلانسنج انت المدير وانت الموظف وانت كل حاجة. الفريلانسنج الفترة دي بقى مطلوب جدا او بقى منتشر جدا للناس اللي ايه شغاله اونلاين في مجال الجرافيك ديزاين. ناس مثلا ما تحبش تنزل بسبب بعد اماكن الشغل عنها وهكذا يعني. ليه الناس مثلا لازم انها تشتغل فريلانس، او مثلا يحبذ انها تشتغل فريلانسنج وهكذا؟ بعيدا ان انت المدير وانت الموظف، لكن اوقات العمل انت اللي بتتحكم فيها براحتك. انت ممكن تشتغل من البيت عادي جدا اونلاين. مش لازم تتنقل ما بين مكان للتاني. ولكن مثلا انا كعلي جرافيك ديزاينر وهكذا مش محتاج كل شويه انزل واودي حاجه او اجيب حاجه. مثلا ملتزم باوقات شغل معينه وهكذا يعني. فهي شغلانه ممتعه. اوكي كويس. طيب، ممكن حضرتك تقول لنا ازاي نبدأ في المجال ده؟ هو السؤال اصلا بتاع ازاي نبدا في المجال ده، لما اتسالت فيه كذا مره قبل كده، كان الاجابه الموحده اللي انا بقولها لاي حد حابب يبدا في مجال الفريلانسنج هو اتعلم مهاره. اتعلم مهارة تجيب لك دخل مادي. طيب يا علي، اتعلم مهارة ايه؟ يعني هتعلم جرافيك ديزاين زيك ولا اتعلم مهارة تانية؟ اقول لك لا، مهارات الفريلانسنج او مهارات الاونلاين بشكل عام مهارات كتير جدا. عندك فريلانسنج، عندك برمجة، عندك اسمه ايه ده، ترجمة، وعندك مهارات كتير جدا ممكن تستغلها في صالحك. فاول حاجة تفتح بيها مجال الفريلانسنج انك تتعلم مهارة. طيب اوكي. طيب هو عامة في أي مجال حد بيخشه جديد أكيد في تحديات هتواجهه وصعوبات ومشاكل. فمحتاجة تقول لنا ايه هي التحديات اللي ممكن تقابلهم في الأول كده، وازاي يقدروا ان هم يتغلبوا عليها او يواجهوها من غير ما تأثر عليهم بشكل سلبي. تمام ماشي. انا هتكلم بصراحه على التحديات اللي مثلا واجهتني انا كعلي في مجال الجرافيك ديزاين. اول حاجه التشتت. يعني ايه التشتت؟ دلوقتي في اليوتيوب بسم الله ما شاء الله، اكتب بس كلمه جرافيك ديزاين هتلاقي كميه كورسات واشخاص بعدد كبير جدا وبطرق مختلفه من الشرح، مقدمين كورسات للجرافيك ديزاين. واللي يقول لك تعالى فوتوشوب، واللي يقول لك الستريتور، واللي يقول لك ان ديزاين وهكذا. فانت لازم من اول حاجه لازم تعملها تحدد انت عايز ايه، تحدد انت استفاد ايه من الجرافيك ديزاين او عايز تعمل ايه بيه. مثلا انا كعلي انا عايز اعمل ديزاينات اغلفه، عايز اعمل ديزاين سوشيال ميديا. فانا في الحاله دي هتواجه البرنامج المتخصص في الموضوع ده، وليكن مثلا برنامج ادوبي فوتوشوب. تمام، توجهت ليه وشفت حد معين وكويس جدا على اليوتيوب، او مثلا رحت اشتريت كورس وتابعت معاه برنامج ادوبي فوتوشوب. ايه اللي ممكن يواجهني تاني؟ تاني حاجه ممكن تواجهني في الحاله دي وهو الشغف. يعني اكيد طبعا كلنا بنكون نفسنا اللي هو خلاص بقى انا هتعلم من بكره اجيب فلوس، يعني من بكره اجيب فلوس. فدي حاجه يعني ايه، ما تنفعش. مفيش حاجه اسمها انا اتعلم وبكره اجيب فلوس. لا، احنا الشغف ده كل حاجه لازم تاخد وقتها. زي المثل اللي بيقول لك في التعليم السلامه وفي العجله الندامه. فبرضه نفس الكلام ينطبق هنا. خد راحتك في التعلم وخد وقتك واتعلم مره واثنين وثلاثه وطبق واغلط. اهم حاجه انت في فتره التعلم خالص انك تغلط. اغلط مره واثنين وثلاثه وتعلم وبوظ الدنيا ما دام انت بتتعلم. وبعد كده علشان لما يجي لك المرحله انك تشتغل لحد بفلوس، لا انت عارف وغلطت فانت تتجنب الغلط وهكذا. وخد راي كذا حد، خد راي عيلتك، خد
راي والدك والدتك، خد راي اصحابك، دور على الناس اللي موجودين في نفس المكان، في نفس المجال بتاعك، واسالهم وخد رايهم وازاي تحسن من نفسك. لو انت مثلا بتاخد كورس بفلوس، اسال المدرب بتاعك ازاي تحسن من نفسك وتعمل ايه وما تعملش ايه وهكذا. نيجي بقى لثالث حاجه، وهو انا خلاص يا علي، انا خلاص اتعلمت، خلاص حددت البرنامج، خلاص بقى عندي المهاره. ايه الحاجه اللي بعد كده لازم انا اعملها علشان خلاص بقى اشتغل؟ الحاجه الوحيده اللي انت لازم تعملها انك تعمل دعايه لنفسك، اعمل ماركتنج لنفسك، عرف كل اللي حواليك انك بتشتغل او بتعرف تعمل المهاره دي، عرف صحابك انك بتعرف تعمل جرافيك ديزاين، عرف والدك والدتك، عرف عيلتك، عرف مدرسينك انك تعرف تعمل جرافيك ديزاين. انا اول شغلانه في حياتي جت من مدرس، من مدرسي لما عرف ان انا بعمل حاجه زي كده، فقال لي ليه ما تعمليش غلاف. والله اول حاجه، انا ما كنتش بعمل شغل قبل كده والله، هو عرف فشجعني على حاجه زي كده. بس يعني فدي الحاجات اللي انت ممكن تكون التحديات اللي تواجهك. اول حاجه انك تحدد المجال. طيب يا علي، ده في مجالات كتيره قوي وانا ما اعرفش المجال، او متخصص في مجال معين، فاختار ايه؟ اقول لك على حاجه، جرب، ارمي نفسك في الحاجه دي وجربها. هل انا اتعلمت جرافيك ديزاين او عرفت ان انا بحب الجرافيك ديزاين؟ والله ابدا. انا قبل الجرافيك ديزاين كنت بتعلم، كنت بحاول اتعلم برمجه وما مشيتش في البرمجه. فاتجهت للجرافيك ديزاين بالصدفه، يعني ربنا الهمني ورزقني الجرافيك ديزاين ده لغايه ما لقيت نفسي فيه، ولقيت نفسي اتعلمه وبحبه، وبحب الالوان، وبحب اطلع الحاجات الحلوه اللي بتطلع منه. واحده مره مع الثانيه مع الثالثه، يعني يعني ربنا جعلني الشخص اللي قدامك دلوقتي ده. اوكي، كويس جدا. طيب ايه هي الاخطاء اللي هم ممكن يعملوها او في الفريلانسنج في البداية بالنسبة للمبتدئين يعني؟ بالنسبه للمبتدئين، يعني عايز اقول لك على خطا اوعى تعمله، وهو ان انت ما تكذبش على الناس. ما تكذبش على الناس. لو انت مثلا بتعمل ماركتنج لنفسك، ما تكذبش على حد. يعني مثلا ما تقولش انا بدخل $5000، تعالى اقول لك ازاي تدخل $5000 من البروجكت الفلاني. لا 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 لا. ما تعملش كده، ما تكذبش على حد، شارك الناس رحلتك. يعني تاني حاجه الغلط اللي ممكن يعملوه هو ان انت ما تعملش ماركتنج لنفسك. اللي هو انت عايز تشتغل فريلانس، فانت مش ازاي تشتغل فريلانسنج، ازاي تشتغل فريلانسنج من غير ما تعمل ماركتنج لنفسك والناس تعرفك؟ ما يصحش. لازم تعمل ماركتنج لنفسك، واعرف وخليك متاكد ان انت مهما عملت ماركتنج لنفسك هيجي لك عميل. ما تقلقش، الموضوع ممكن يطول انا عارف. انا لما كنت عايز الناس تعرفني وعايز اجيب شغل، كنت بعمل ايه؟ كنت محدد في يومي ساعه، مش لا يعني اي ساعه في اليوم. اعمل ايه؟ طبعا انزل حاجه، انزل شغلي على صفحتي الشخصيه، واخد اللينك ده انزله على الجروبات، انزله على جروب، اي جروب بيجي قدامي، واتس، فيسبوك، انستجرام، تليجرام، بنزل فيه لينك شغلي، وانزل فيه الصور بتاعت شغلي، واخد راي الناس. جروبات الجرافيك ديزاينر ببعت شغلي عليهم، واخد رايهم. وما تسمعش ما تسمعش لاي نقد هدام. اصل النقد نوعين، نقد بناء ونقد هدام. النقد الهدام ده مجرد واحد شايف نفسه محور الكون، يعني حرفيا زي ما بيقولوا كده هيكسر مقاديفك، وايه هيكرهك في المجال. اما اسمع للنقد البناء اللي هو بيشوف بس العيوب الصغيره ويقول لك تحسنها ازاي. اما النقد الهدام تعرفه ازاي؟ يفضل يتريق عليك وخلاص. اوكي، كويس. طيب ازاي يقدروا ان هم يتعاملوا مع التغيرات اللي بتحصل دايما ويتنوهم متابعينها عشان يكونوا مواكبين ليها يعني؟ التغيرات اللي بتحصل مثلا في مجال زي المجال الجرافيك ديزاين، هبدا بالجرافيك ديزاين كخاص. آه، اتابع الناس ازاي، او اتابع الاحداث، التطورات اللي في المجال ازاي. بالنسبه لمجال الجرافيك ديزاين، عندك ايه كذا طريقه. اول طريقه انك تدخل على تعمل حساب على لينكد ان، او تعمل حساب على بيهانس، بنترست، وتتابع الجرافيك ديزاينرز اللي موجودين في نفس المجال او في نفس الفيلد بشكل عام. اي حد تلاقي جنبه كلمه جرافيك ديزاين بالنسبه لينكد ان، اي حد جنب اسمه كلمه جرافيك ديزاينر، سينيور جرافيك ديزاين، اعرف ان ده شخص خبره في المجال، فتابعه واعمل له فولو. ده شخص بيكون متابع الاحداث اول باول،
ويتابع التطورات اول باول، وبينزل اخبار اول باول بالحاجات اللي بتحصل في المجال بتاع الجرافيك ديزاين، سواء بقى كاخبار او كشغل وهكذا. وبالمره انت بتاخد منه تغذيه بصريه تطور بها من شغلك ومن البورتفوليو بتاعك. طب تمام، جميل جدا. ايه تاني؟ عندك اليوتيوب، اكبر منصه اصلا ممكن تلاقي عليها صانعين محتوى لها علاقه بالجرافيك ديزاين. ادخل وتابع الناس اللي موجوده في المجال بتاعك. هتلاقيهم طبعا بينزلوا اول باول شرح لادوات الاي اي ممكن تفيد في الجرافيك ديزاين. شرح مش عارف طريقه معينه جديده احلى في التصميم، فتقدر تستفاد منهم. تريكايه معينه في برامج التصميم ممكن تسهل عليك شغلك. فكل الحاجات دي ايه هتسهل عليك جدا الشغل بتاعك. طيب تمام، حلو قوي. طيب بالنسبه لمجالات الفريلانسنج بشكل عام، تابع الناس المتخصصه في المجال. في مقوله اللي طبعا اهالينا دايما بيقولها لنا: عايز تبقى شاطر تبقى لازما ايه؟ عايز تبقى شاطر لازم تصاحب الناس الشاطره اللي زيك، صح؟ طبق نفس الكلام. عايز تبقى شاطر صاحب الناس الشاطره. عايز تبقى جرافيك ديزاينر شاطر صاحب الناس، او خليك متابع الناس الشاطره في المجال. عايز تبقى مبرمج شاطر، اتعرف على الناس وصاحب الناس اللي خبره في المجال وليهم ايه علاقه بالمجال بتاعك. ف فالصاحب ساحب زي ما بيقولوا. كل ما انت البيئه اللي حواليك كانت متخصصه في حاجه او شاطره في حاجه او بتتكلم في حاجه معينه، انت غصب عنك هم يسحبوك معاهم. بس يعني. تمام. طيب ايه هي السكيلز اللي لازم تكون عندي، او هي مثلا احاول ان انا اطورها عشان ابدا في الفريلانسنج واكون كويس يعني؟ زي ما انا قلت كده، هو اساس اي حاجه انك تتعلم مهاره. تمام. اتعلمت مهاره الجرافيك ديزاين، اتعلمت مهاره البرمجه، اتعلمت مهاره كتابه محتوى. كل دي مهارات انت بتتعلمها. طيب ايه اللي تتعلمه جنبهم علشان تقدر في الفريلانسنج؟ مهارة الماركتينج، مهارة ان انت تعرض شغلك، مهارة ان انت تقدر تبيع، مش بمجرد العميل يجي تحاول تبيع له الهوا يعني، او ما تعرفش تتكلم معاه. لا، الماركتينج مهم جدا 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 عشان تقدر توري نفسك في السوق وتحط رجلك في السوق بطريقة قوية جدا وتعرض شغلك يعني. فهي مهارة جميلة جدا. طيب مثلا ايه جنب اللي انت بترشحه جنب الماركتينج؟ هما حاجتين: الماركتينج ولغة. اتعلم لغة. بجد بجد من اكتر الحاجات اللي هتفيدك هو الماركتينج واللغة. اتعلمت ماركتينج جميل جدا، اتعلمت لغة تحفة. من اكتر اللغات والسوق المشهور جدا هو السوق الامريكي، السوق الاجنبي، تمام، باللغة الانجليزية طبعا، والالماني تحفة. تمام. طيب هو لو شخص بيدرس وحابب ان هو يبدا في الفريلانسنج، ازاي يقدر يوازن ما بين الحاجتين وينظم وقته من خبرتك يعني؟ بصراحه يعني دي من اسهل الحاجات، عشان انت حضرتك بتقولي دلوقتي فريلانسنج، فالفريلانسنج ده مش معتمد على وقت معين او مكان معين وهكذا. انت تقدر تتعلمه في اي حته وفي اي وقت. فمن وجهه نظري، عشان انا دلوقتي انا بتعلم حاجات جنب دراستي عادي جدا، هو ان انت تخصص وقت معين في اليوم. خلاص الوقت ده لو جه انا هقعد على اتعلم الكورس الفلاني واخلصه، مثلا من 9 ل 10 او ساعه واحده او ساعتين. مش لازم تحكم نفسك بساعه معينه، على قد ما لازم تكون ملتزم ان انت في اليوم بتاعك ما يضيعش غير ما تكون متفرج على فيديو او فيديوهين او 3 فيديوهات وتكون مطبق عليهم في المجال المعين. زي ما قلت لك كده، عايز تتعلم اي مهاره لها علاقه بالفريلانسنج وتبدا بقى تتعلم وتشوف نفسك في مجال معين، اتعلم تنظم وقتك وتحدد نفسك وقت معين تقدر تتفرج عليه وتلتزم في ان انت تاخد كورس معين. اوكي تمام. طيب ايه النصايح اللي تقدمها للي حابين يبداوا في الفريلانسنج او اللي لسه مبتدئين عامه؟ امم تمام. والله النصايح اللي انا ممكن اقدمها في حاجه زي كده، اللي هو اصبر. اصبر بجد والله على نفسك وما تستعجلش، واستمر. واهم من التعليم او ان انت تتعلم مهاره معينه هو ان انت تطبق وتحاول اكتر من مره، و... وان انت
تشوف الناس اللي غيرك في المجال شغالين ازاي وشغلهم عامل ازاي، وتكبر البورتفوليو بتاعك او خبرتك في المجال. وعشان لما طبعا اي عميل بيجي يسالك تقدر تقدم لي ايه او هات لي نبذه من شغلك، ما تستناش، تكون بالفعل جاهز بشغلك وحاجتك اللي زي دي. وطبعا للناس اللي داخله مجال فيه حاجه من ادوات الذكاء الاصطناعي، يعني عشان خاطري عشان خاطري ما تلجأش لادوات الذكاء الاصطناعي وانت لسه بتتعلم مجال. دي حاجه خطيره جدا، ممكن تبص توقعك. ليه؟ عشان انت طبعا انت دخلت على الذكاء الاصطناعي الاول، ففي حاجات كتير قوي فوتها، منها تتعلم اساسيات المجال، منها تتعلم البرامج الاساسيه اللي انت بتستخدمها، منها طرق التفكير. فانت حرفيا انت كده بتخلي الذكاء الاصطناعي بيقوم بشغلك كله، فده ما ينفعش. اتعلم المجال من اوله باساسياته، البرامج بتاعته، وخلي الذكاء الاصطناعي في الاخر. الذكاء الاصطناعي هيعمل ايه؟ الذكاء الاصطناعي كده هيساعدك تطور من نفسك وتسرع من شغلك وتحسن من شغلك، ويبقى شغلك احسن بكتير من ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي في اول استخدامك للمجال.